نعيمان بن عمرو رضي الله عنه كان يطلع السوق فيشوف زاد لذيذ، يشوف أكل حلو، يشوف عسل، يشوف سمن، يشوف شيء، يروح ياخذه منهم يقول لهم اسمعوا أنا باخذه وبيحاسبكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقولوا له طيب، يبيعونه ويدرون أن الحق عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يضيع، فياخذه ويجي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هذه هدية مني لك. فيشوف النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط ويدعي له النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه ويشكره قدام الصحابة. ما تمر 10 دقائق إلا التاجر جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أين مالي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم أي مال؟ نعيمان جالس هناك، الصحابة يقولون الصحابة ردت فعله، يعني إيش بتقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعيمان ليش تسوي كذا؟ لماذا هذا الفعل؟ فقال يا رسول الله ما معي مال وأعلم أن هذا الزاد طيب وأرجو منك بدعوة، فآخذه وأنقيه لك وأنت حاسب وأعطني دعوة. الصحابي يطالع من نعيمان، يطالع من النبي صلى الله عليه وسلم، طالع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ويضحك ويحاسب الرجال ويمشي. كل 3 أيام 4 أيام جايب له واحد معه لحمة طيبة، واحد معه شيء طيب، واحد معه ريح طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يحاسبه وياخذ دعوة، خلاص صار هذا ديدن رضي الله عنه. نعيمان بن عمرو رضي الله عنه شهد كل المواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعيمان بن عمرو كان من أمزح الصحابة وأكثرهم فكاهة وأقربهم، كان هو نكتة الصحابة رضي الله عنه، وكان هو اللي يغير عليهم الأجواء.